اهلا اهلا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جيت لكم فيديو جديد، وفيديو النهارده تكمله الفيديو امبارح اللي عملت فيه البلكونه، وبعدين دخلت على المطبخ. طبعا ما كانش ينفع كله ينزل في فيديو واحد، لكن هيبقى طويل قوي. فهنا دخلت بقى، قلت ايه ان انا ابتدي ان انا اروق بقى الريسبشن بره والركنه والسفره، وابتدي ان انا لمع كده. نقول بسم الله ونصلي على رسول عليه الصلاه والسلام، واعملي لايك واكتبي كومنت كده حلو زيك، ويلا بينا نبتدي. هنا بقى طبعا انا ما ده مش تنظيف اسبوعي او تنظيف عميق، ده تنظيف يومي، اللي هو انا بمسك المكنسه الف على البيت كله. لو في حاجه فيها تراب بلمع، عشان امسح بيتك ورشه يعلم من يخشه. انا دايما مقتنعه بالمثل اللي ماما كانت دايما تقولهولي، ان ممكن اي حد يجيلك فجأة انتي مش مرتبة ان حد جاي او الكلام ده، فيبقى بيتك نظيف، ما يبقاش مثلا حد بيخبط وانتي عمالة تلفي حوالين نفسك ايه في البيت. فلا نبتدي ان احنا نعمل اللي ورانا، نشيل الكركبة مطرح ما كنا قاعدين بالليل. الحاجات اللي مش في مكانها نرجعها مكانها، زي ازازة المانيكير مثلا، زي كوباية المية، زي الحاجات دي نبتدي ان احنا نلمع ونشيل التراب، عشان الطاقة السلبية اللي بتبقى في البيت. هي مش مليانة تراب قوي، بس انا برضو عشان لو حد جالي وهحط مثلا قدامه عصير او حاجة، اكيد هشيل المفرش، مش هحط الحاجة على المفرش. فالترابيزة من تحت تبقى نظيفة وكل حاجة تمام. طبعا هنا انا كنت برتب وبرجع كل حاجة مكانها. عايزين نتكلم بقى ايه في حاجة بسيطة كده في الفيديو، واحنا شغالين كده مع بعض. قولولي في الكومنتات تحت ايه الحاجات اللي انتوا ندمتوا عليها بعد الجواز، ان انتوا عملتوها في البيت عامة، سواء توضيب سواء عفش سواء الكلام ده. وانا برضو هعمل لكم فيديو واقول لكم ايه الحاجات اللي انا ندمت عليها ان انا عملتها، عشان البنات اللي داخله على جواز او بتجهز في شقتها تعرف ايه الحاجات اللي انا غلطت فيها. طبعا من الغلطات الاساسيه لون الحيطه اللي انتوا شايفينه ده، مع انه كان غالي جدا. يعني انا كنت عامله الحيطه الواحده ب 800 جنيه، لانه لون كمبيوتر، فكنت عامله الحيطه غاليه. الفكرة مش في انها غالية، بس الفكرة كمان ان هي اصلا الشقة اللي انا قاعدة فيها دي ايجار. يعني انا مش دي مش شقتي عشان اوضف فيها التوضيب بقى وادفع في الحيطان رقم والكلام ده. فادعولي كده ان ربنا يكرمني ان شاء الله، وانقل شقة تبقى تمليك كده بأمر الله. وساعتها بقى كل التفكير وكل الديزاينات اللي في دماغي اللي انا كنت عاملاها، لان انا اصلا يعني ما كنتش في دماغي اصلا ان انا ادخل وادور واشوف ايه الموضة. بس كانت الموضة من 4 5 سنين ان كل اوضة تبقى لون، هي كانت الموضة كده اصلا. بس فانتوا قولوا لي ايه الحاجات بقى اللي انتوا ندمتوا عليها، وحابين ان انتوا ان شاء الله لما ربنا يكرمكم كده تغيروها. هنا بقى كنت طبعا شايفين التراب عامل ازاي. انا مش عارفه التراب ده بيجي منين. عايزه النيش عايز تنظيف عميق، يعني عايز يتفضى كده كله وينزل بقى، والادراج بتاعته تتفضى وكل حاجه. انا عندي مشكله مع النيش بتاعي ان هو كبير قوي، ما فمضايقني. انا كنت عايزه نيش اصغر من كده، بس يلا بقى الحمد لله اللي حصل. هنا بقى طلعت على الركنه، كنت بلم بقى طبعا لعب يوسف، ما كان قاعد بيلعب وكان قالع الجاكيت بتاعه، والرينج لايت بتاعي كنت حاطاه هنا. فزي ما بقول لكم كده، احنا مش بنروق ترويق واو، احنا بنلملم الكركبه عشان تبقى عينينا مرتاحه، ونبقاش متضايقين من منظر البيت. وطبعا كلنا عارفين ان التراب اصلا والكركبه بتجيب طاقه سلبيه، فلا ما نعملش كده. دي يعني اصلا بالظبط انا خدت بالظبط ربع ساعه في اللي انا بكلمكم فيه ده. شفطت بالمكنسه كل حاجه، مطرح فتافيت الاكل، مطرح الكلام ده. هقول لكم انا بصحى اعمل ايه الصبح. اول ما بصحى الصبح، لو في غسيل بدور الغساله، ببقى حاطه الغسيل من بالليل، بحط المسحوق وادور الغساله، وابتدي بقى ان انا اشوف ورايا ايه، اخد حاجه، اخد اوضه اروق سريري. لو مثلا لقيت الحوض عايز بتاع الحمام عايز يتنفض يتغسل قصدي يعني، اغسله، التويلت، الارض، الكلام ده، واطلع بقى ابتدي اطلع على بره. اوضتي، اوضه يوسف، بره الريسبشن، لو في حاجه طبعا اوضه السفره على طول نظيفه، هي بس بيبقى فيها تراب وعايز تلمع وكده، لكن كده كده محدش بيخشها اصلا يعني. فهي الحتتين اللي بيتوسخوا اللي هما اللي بره دول. ودول واجهة الباب، فلازم طول الوقت يبقوا مرتبين وريحتهم حلوة ونضاف ومفهومش كركبة، عشان ده مفتح باب الشقة لأي حد، تبقى هي دي الحاجة اللي ظاهرة يعني. بس فهنا برضو زي ما قلت لكم، ابتديت ان انا ايه، ألمع كل حاجة عليها تراب. لان انا ببقى دايما فاتحه البلكونه، ما عنديش اوبشن ان انا اقفل البلكونه غير وانا داخله انام. ما بحبش اقعد في الكتمه، ما بحب دايما الهوا في البيت يبقى متغير طول الوقت. ما بحبش ريحه الاكل تفضل
في البيت بحب لا اللي هو اغير جو البيت، خصوصا ان انا الشباك بتاع المطبخ بتاعي على منور، فمش بيغير الهواء قوي زي ما اكون فاتحه البلكونه يعني. هنا بقى رحت جايه على ترابيزه التلفزيون. انا عندي بقى مشكله ان انا مدخله الشاشه الكبيره جوه اوضتي ومحطه دي الصغيره دي هنا عشان هي سمارت وطلقت نت، لكن الشاشه الكبيره مش سمارت. طبعا ما بعرفش اتفرج عليها لان انا اصلا مش بحب الشاشات الصغيره اللي هي 32 دي، بتوجعلي عيني اصلا. فتلاقوني طول الوقت مش قاعده هنا، طول الوقت قاعده في اوضتي جوه عشان الشاشه الكبيره. فان شاء الله برضو ربنا يكرم واجيب شاشه كبيره برضو بره. عايزين كل فيديو كده نقعد نتكلم مع بعض في مواضيع. يعني انا مثلا نفسي قوي 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 اواظب على صلاه الفجر. يعني نفسي ان انا اظبط الموبايل كده واصحى اصلي الفجر في ميعاده. انا ممكن اعمل كده مره وعشرة لا، فنشجع بعض على موضوع ان احنا نصلي الفجر حاضر ده. نفسي قوي والصلاه عموما، يعني انا كمان نفسي انتظم في الصلاه آه بشكل يومي، كل يوم ما فوتش فرض ولا اجمع فرض على فرض ولا الكلام ده. فعايزين ان احنا دايما اللي هو يا رب عني، يا رب انا نفسي ابقى من جوايا مثلا بصلي الفروض في وقتها. لو راح مثلا فرض مثلا او كده لا ما اقولش خلاص ده راح، لا اصليه. نفسي قوي اخد الخطوة دي و... وابتدي ان انا بقى اللي هو ما بقاش شايله هم الصلاة، اللي هو الصلاة بالنسبة لي ما تبقاش هم، اللي هو هي حاجة اساسية في حياتي يعني. فان شاء الله اللي ما بيصليش يصلي، وان شاء الله اللي بيقطع في الصلاة زي كده برضو ينتظم، وان شاء الله كلنا نشجع بعض على موضوع الصلاة ده. هنا بقى زي ما قلت لكم انا مش بروق، مش بنضف تنظيف عميق، ده تنظيف من على الوش كده، اللي هو بس عايزة اشيل التراب وكل حاجة. السجاد كله عايز ينزل يتغسل، بس الفكرة ان طبعا احنا كده كده داخلين على رمضان وهننزل ستاير بقى والسجاد وكل حاجة، والجو ساقعة كمان ومش مشجع ان انا اشيل السجاد خلاص دلوقتي، مع انه متبهدل جدا يعني. هنا خلاص بقى كنت خلصت وبعطر بقى كل البيت. بحب قوي دي، يعني دي اكتر فقرة محببة الى قلبي. بس لو كنتوا وصلتوا هنا الفيديو ما تنسوش بقى تحطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي كومنت حلو زيكم وتقولوا لي ايه اللي عجبكم في الفيديو وايه اللي مش عاجبكم، وتشجعوني عشان انزل فيديوهات اكتر. ويا ريت لو انتي ما اشتركتيش في القناه اشتركي وما تتفرجيش وانتي مش مشتركه، عشان ده بيعلي ريتش القناه. وحطي لي لايك يلا قمر زيك كده. واستنوني بقى ان شاء الله في فيديو هقول لكم فيه ايه الحاجات اللي انا ندمت عليها بعد الجواز، وايه الغلطات اللي انا عملتها في البيت، عشان اي بنوته داخله على الجواز ان شاء الله ما تغلطش الغلطه دي. ويلا اشوفكم على خير بقى، باي باي.